لو الفيديو ده عجبكم يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وتدوسوا اعجاب وتتابعوا القناة، ده هيساعدنا نعمل فيديوهات تانية. الأسرة دي تبان إن هي أسرة سعيدة، في الصورة هي أسرة سعيدة، بس مع كل أسف كل واحد فيهم عايش لوحده. الأب على طول عصبي وعلى طول بيتخانق مع الولد، بيقول له دايما أنت لازم تروق الحاجات دي ولازم تشيل حاجتك في كل حتة، يلا هاتلي حاجة أشربها بسرعة. الولد جاب له حاجة يشربها والأب افتكر إن هو مش عايزه يلعب معاه. قال له أنا مش هينفع ألعب معاك ومش هينفع كمان أعمل لك أكل، أنت كبير كفاية تعرف تعمل أكلك. وخبط الولد في دماغه، دي حاجة ما تنفعش خالص، ما ينفعش الأب يبقى عصبي كده. حتى والولد وهو بيلعب كانت الأم دايما مبسوطة بالولد ودايما بتساعده، منين ما تشوفه إن هو جعان هتبقى عايزة على طول تعمل له أكل. بس والأم مش موجودة الأب بيتعصب جامد على الولد. وفي يوم الولد وقع واتكعبل في الموزة، وبعدين الأم قالت الولد ده هيتخبط، وراحت أنقذته من العربية. بس مع كل أسف والأب بيجيب له أكل لقى الولد هيتخبط من العربية. الأم اتخبطت هي وماتت الأم، والأب فضل هو والولد. طبعا إذا كان الأب كان بيتعصب على الولد حتى وهو لوحده، فأكيد لما الأم كمان هتموت هو هيتعصب عليه أكتر. الولد ما بقاش لاقي حاجة يعملها، منين ما يكون جعان كان الأب بيعمل الأكل وبياكل هو. الولد افتكر مامته لما كانت بتعمل له الأكل، بس دلوقتي مبقتش موجودة والأب اتجوز واحدة تانية. الواحدة التانية دي بتاخد بالها من الأب بس، الولد بقى لازم يعتمد على نفسه. بس لقى بنوتة جميلة بتساعده في كل حاجة، ودي كانت بداية حياته السعيدة. كان بيدور على مكان يرمي فيه الزبالة ومكانش لاقي حتة يرمي فيها الزبالة. البنت كانت ماشية وراه بتحاول تساعده، بس هو ما كانش واخد باله منها لأن هو كان متعصب جدا. هي قالت له البيت الجميل ده هو بيتنا، بناكل فيه أكل جميل ونقدر نعيشك معانا. الأب لما راح قال له انت رميت الزبالة ولا لسه؟ اكتشف ان هو بيساعده ان هو ياكل. الأب اتغير ليه يا ترى؟ الأب اتغير عشان البنوتة دي بقت موجودة في حياتهم، بس لسه الولد هو اللي مسؤول عن ان هو يعمل كل حاجة، هو اللي بيطبخ وهو اللي بيعمل كل حاجة. يا ترى انتوا تفتكروا ان الفيديو ده هينتهي نهاية سعيدة ولا الولد في الآخر هيسيب البيت؟ اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، احنا محتاجين نسمع منكم كل حاجة. الولد فضل عمال يعمل كل حاجة يساعد بيها البيت لغاية لما كان حران وكان تعبان جدا، بس في الآخر كان مبسوط إن البيت بقى حالته كويسة. أول ما دخل جوه لقى البنت مهملة، هو اللي مهمل زمان، دلوقتي بقى بيستحمل الناس المهملة، بقى بينظف ورا كل الناس ورا البنوتة دي. هي بتلعب بتعمل اللي هي عايزاه، بس هو بقى كبير وبقى مسؤول عن كل حاجة في البيت. والأب كمان هو مش بياخد باله من ابنه، يقعد يشرب ويرمي الحاجة في الأرض، ودي مش حاجة كويسة جدا. كل اللي في البيت بيعذبوا الولد، يا ترى هو هيعرف يكمل معاهم قد ايه؟ هو ليه مستحمل الكلام ده كله؟ هو يقدر ان هو كمان يعتمد على نفسه، لان هو معتمد على نفسه. هو في الاخر نفسه يعيش العيشة اللي هو شافها في الصورة اللي كانوا متصورينها زمان، هو ومامته وباباه. بس هو ده مبقاش موجود دلوقتي، هو لازم دلوقتي يلم حاجته ويمشي ويسيب البيت. البنوتة دي بتعمل ايه؟ هي عمالة تبهدل في البيت، يمكن بتحاول تسرق الفلوس، بس هي مش هتعرف تعمل حاجة لأن هي مش عارفة. قعدت تلعب في أوضة الولد لغاية أما لقيت الصورة بتاعته هو وبابا ومامته، قطعت له الصورة كمان. ده كانت هي كل الذكريات الحلوة اللي عنده عن العيلة الجميلة، وفجأة ذكرياته كلها اتقطعت عن الأسرة بتاعته. هي البنوتة بقت تعمل أغاني وعايزة تعمل تيك توك. يا ترى انتوا بتعرفوا تعملوا فيديوهات تيك توك وشورتس؟ لو عندكم أي حاجة يا ريت تشيروا اللينك بتاعتها، عايزين نتفرج على شغلكم. هو ضربها عشان هي قطعت له الصورة. طبعا الأب لما جه لقاهم بيضربوا في البنت، هما مش عارفين أصل القصة، بس هما قرروا إن هما يضربوه لأن هما لازم ينقذوا البنت بتاعتهم. هو حس إن هو لسه وحداني جدا، والأب كمان بيلوم فيه، ده مش حاجة كويسة. وأمه هي عايشة في خياله بس هو
ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ الام طلعت للاب في الخيال وقالت له لازم تاخد بالك من ابنك. الابن طلع يجري في الشارع وكانت العربية هتخبطه. ايه ده؟ العربية بعدت عنه في اخر لحظة. الولد بقى خايف، ودي يا ترى نهايتنا.